السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ انا حسين. الفيديو ده هنتكلم عن عمرك شفت اي حد يعني بيدخل اي مكان كل العيون بتبقى عليه، الناس بتحترمه واي حاجه هو بيقولها بتسمعه؟ مهم يعني ده مش سحر، دي حاجات ممكن انت تتعلمها، مهاره ورا مهاره، خبره ورا خبره، لو اتعلمتها هتتقنها وهتبقى زي الشخص اللي انا اتكلمت عليه. النهارده هنتكلم عن 6 حاجات تخلي شخصيتك قويه وتاثر على كل اللي حواليك. اول حاجه البادي لانجويج، يعني سترونج بادي لانجويج اللي هي لغه الجسد القويه، هي اهم حاجه اصلا. ممكن انت تمشي تتحرك توريه كلامك، تغير طريقه جسمك، انت بتتكلم معاه فهو يعجبه طريقه جسمك وانت بتتكلم هو بيفهمك. واهم حاجه انك تتكلم بثقه. تاني حاجه السيطره على نبره الصوت القوي الموزون بيأثر على الناس، مش صوت زي الحمير دول يعني. تالت حاجه التواصل البصري والابتسامه السحريه. اهم حاجه انك تخلي سر اجتذابك يعني للناس من ابسط حاجه ابتسامه. رابع حاجه اتكلم اقل واسمع اكتر، الناس بتحب اللي بيسمعهم مش اللي بيتكلم كتير. 5 خليك مستقل فكريا، ما تحاولش تبقى زي الكل، انك شفت حاجه مثلا عجبتك في حد فانت بتبقاش زيه، خليك نفسك، خليك مميز. وسادس حاجه دي اهم حاجه اتعلمتها، اتعلم تقول لا. واهم حاجه انك ما تحسش بالذنب وانت بتقول لا، دي اهم حاجه في السادس خطوه دي اصلا، انك تكون متحكم وانك عندك قوه انك تتحكم وتقول لا في الحاجات حتى لو هي مش مستاهله، وترفض الحاجات اللي مش مناسبه ليك. القوه مش في الشكل، القوه في حضورك وطريقتك. جرب الخطوات دي، تنساش في الكومنتات تقول لي ايه اللي حصل معاك. وبس، سلام. اهم حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك بس عشان نمشي الدنيا. سلام.